آسيا وأوروبا قارتين ولا خدعة قديمة. واش رايك كي نقول لك بلي آسيا وأوروبا رغم اللي نعتبرهم قارتين هما في الحقيقة لاصقين في بعض، ما كاين حتى بحر كبير يفرقهم؟ نعم، هذه المعلومة صحيحة 100%. بصح علاش نعتبرهم قارتين؟ واش دخل الدين والسياسة ولا حتى الغرور الأوروبي؟ خليك معايا تفهم القصة من أولها. أول حاجة خلونا نفهموا القاعدة. في العادة القارات يتفصلوا بحدود واضحة، يعني كيما المحيطات والصحاري الكبيرة أو الجبال الضخمة. بصح آسيا وأوروبا واش يفصلهم بالضبط؟ بعض العلماء يقولوا جبال الأورال، نهر الأورال، بحر القزوين، وسلسلة جبال القوقاز، ومضيق البوسفور في تركيا. بصح هذه الحدود ماهيش حدود طبيعية كاملة، ما فيهاش خط واضح يقول هنا آسيا وهنا أوروبا. يعني تخيل معايا بلاد كالروس، نصها في أوروبا ونصها الآخر في آسيا، والشعب ماشي عارف روحه أساسا وين أسكوره، هكا ولا هكا. نرجع شوية للور. كما الحضارة الإغريقية القديمة كانوا يشوفوا العالم بطريقتهم الخاصة ويقسموها لمناطق. الغرب يسموه أوروبا والشرق يسموه آسيا. ما كانش عندهم جي بي اس ولا خرائط مفصلة، كانوا يعتمدوا على الحضارات والمعارك والدين، فأي حضارة تختلف عنهم يعتبروها من القارة الأخرى. وهنا بدأت الحكاية، ماشي تقسيم طبيعي بل تقسيم حضاري وثقافي. من بعد مع توسع أوروبا وظهور الكنائس والعياذ بالله زادت التفرقة وولت أقوى. الغرب بدا يشوف نفسه مركز الحضارة ويشوف آسيا كالشرق متخلف. يعني كانوا يقولوا احنا أوروبيين راقيين ومسيحيين، هم آسيويين مختلفين عنا. وهكذا دخل المفهوم في المناهج والكتب وحتى في السياسة الدولية. اليوم كاين بزاف جغرافيين وعلماء يقولوا هذه الحدود بين أوروبا وآسيا مجرد وهم، بالعكس يقولوا ندمجوهم نسميوهم أوراسيا، يعني قارة واحدة كبيرة تجمع أوروبا وآسيا مع بعض. بس المشكلة الناس ديجا حافظين على التسميات القديمة، والتقسيم هذا دخل في المناهج التاريخية وحتى في الدبلوماسية. يعني صعيبة تبدل حاجة ترسخت في دماغ العالم كامل. إذا كي تشوف الخريطة من الفوق تلقى آسيا وأوروبا لاصقين في بعض بلا فاصلة واضحة. بصح في العقل تاعنا وفي الثقافة تاع البشر الفرق كبير، وراهو تاريخي وديني وحتى نفسي. وانت واش رايك؟ تشوفهم قارتين بحق ولا قارة واحدة خدعونا بها؟ قلنا رايك في الكومنتار، ما تنساش تبارطاجي الفيديو مع صحابك. تهلاو ليكي.